حضرتك ايه اكتر شخصية تاريخية بتحبها؟ أكتر شخصية تاريخية بحبها، يعني السؤال ده كلنا ممكن بالنسبة لي يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن هم كانوا مثل جميل للإسلام والمسلمين. كانوا مثل جميل للإسلام والمسلمين، وإحنا الحقيقة واللي حصل خلال السنين اللي فاتت ما كناش مثل جميل للإسلام والمسلمين. إحنا من الإرهاب والتطرف والتشدد كانوا رحماء، كانوا طيبين، كانوا فاهمين، كانوا قادرين. لكن إحنا مش كده. مش إحنا أنتوا، عشان ما تفهمنيش غلط، إحنا الناس اللي هم مؤذيين، بيأذوا الناس وبيألموا الناس، كل الناس. فأنا بيني وبين التطرف والتشدد والغلو عداوة. أنا عمري ما كنت عدو لحد، كنت دايما بحب كل الناس وبحب كل الناس، لكن بكره التطرف كفكرة، بكره التشدد كفكرة، بكره الغلو كفكرة، لأنها بتدي قبح شديد لإنسانيتنا، قبح شديد لإنسانيتنا. فعشان كده أنا بعتبر النبي محمد وأصحابه علامة عظيمة جدا جدا، وقدوة هائلة بالنسبة لي. أنا قدوة هائلة. حضرتك ايه اكتر شخصية تاريخية بتحبها؟ أكتر شخصية تاريخية بحبها، يعني السؤال ده كلنا ممكن بالنسبة لي يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن هم كانوا مثل جميل للإسلام والمسلمين. كانوا مثل جميل للإسلام والمسلمين، وإحنا الحقيقة واللي حصل خلال السنين اللي فاتت ما كناش مثل جميل للإسلام والمسلمين. إحنا من الإرهاب والتطرف والتشدد كانوا رحماء، كانوا طيبين، كانوا فاهمين، كانوا قادرين. لكن إحنا مش كده. مش إحنا أنتوا، عشان ما تفهمنيش غلط، إحنا الناس اللي هم مؤذيين، بيأذوا الناس وبيألموا الناس، كل الناس. فأنا بيني وبين التطرف والتشدد والغلو